حضرات السيدة والسادة، إن المغرب الذي يلتزم التزاما راسخا بالمساهمة في إصدار ميثاق المستقبل يعتقد أن تنفيذه سيعتمد على 5 شروط أساسية. أولا، من الضروري وضع السلام والاستقرار والتنمية في صلب عملنا الجماعي، فلا مجال لتحقيق تنمية مستدامة بدون بيئة تضمن السلام، ولا يمكن أن يكون هناك سلام واستقرار دون تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي. ومن هنا تأتي الحاجة إلى مقاربة عالمية دامجة تقوم على الثقة والحوار والاحترام المتبادل. ثانيا، يجب أن يرتكز تجديد العمل متعدد الأطراف على إرادة سياسية حقيقية للعمل بشكل جماعي، إذ نحن مدعوون أيضا إلى تعزيز الحلول الدامجة القائمة على الإنصاف والشرعية والتضامن. وفي هذا الصدد أكد صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت في مراكش أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف. ثانيا، يجب وضع إفريقيا في صلب أولويات عمل الأمم المتحدة والإجراءات المتخذة من طرفها. وهنا نتساءل: ألا تمثل إفريقيا معيارا لقياس فعالية التعاون التنموي وتعبئتها الجماعية لصالح المثل العليا للسلام والاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء العالم؟ لذلك نحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى لمساعدة إفريقيا على تحويل التحديات الحالية التي تواجهها إلى فرص لتحقيق التنمية. رابعا، لا بد من ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها إلى إجراءات ملموسة وقابلة للقياس، خاصة وأن مكافحة التغير المناخي ومكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر ومكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية وانعدام الأمن الغذائي تتطلب إرادة سياسية متجددة ونشطة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تيليشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.